بتبدأ حكايتنا بشاب اسمه ميموري، وده بطل قصتنا. بنعرف ان الواد ميموري ده كان بيتذكر ذكرياته الأليمة، وبنعرف ان الذكريات ديت كانت مع ابوه اللي كان بيقعد يضربه وكان بيقعد يتنمر عليه. نعرف برضه ان مامته كانت بتشوف التنمر والضرب ده كان مش بتعمل اي حاجه. ولكن ساعتها بيرجع الواد ميموري للحاضر وبنلاقيه كان قاعد في باص مع زمايله اللي كانوا في الفصل، وفي نفس الوقت بنشوف واحد بارد قوي اسمه اياما، وبنلاقيه كان واخد روايه من بنت كانت اسمها سوجو. بنعرف ان الواد اياما ده كان مش عاوز يديلها الروايه بتاعتها، وبنعرف كمان ان البنت اللي اسمها سوجو دي رئيسه الفصل اللي فيه الواد ميموري. ولكن ساعتها في نفس الوقت اول لما الواد ميموري بيشوف اللي حصل ده بيتجرأ وبيروح للواد اياما عشان ياخد حق البنت. فساعتها بتستنزل الواد اياما بيقول له انت سيت نفسك يا ابني، انت عبيط وهبل. فساعتها الواد اللي اسمه تاكيدا دخل عليهم وبيقول لهم مالكش دعوه انت يا واد يا ميموري، وانا هتصرف مع الواد ده. بنلاقيه بيقول له راجع كتاب البيت ومالكش دعوه بيها تاني. فساعتها بيسمع كلامه وبيرجع زي الكلب وبيتزل منها في الاخر. ساعتها بيقول ميموري في سر ان هو مش عاوز ان هو يعمل كده، بس